قبل ما اطلع بقى الفقره الجايه عايز اقول لكم عليهم. الاهلي مصادر فيه لما اتسالت عن قصه احمد فتوح ردوا رد يعني منطقي. قال لك نتحدى ان حد يقول او يتكلم ان احنا تفاوضنا مع فتوح، لم يحدث. ده اللي بيقول الاهلي. خد بالك اللي بيقول مصادر في النادي الاهلي هذا الكلام. دي صور فتوح منزلها النهارده على انستجرام. كمان قالوا انه اي لاعب عقده هينتهي بنهايه الموسم، لو احنا في احتياج ليه فنيا قبلها ب6 شهور من حقنا نتفاوض معاه، زي ما من حق اي نادي تاني برضه لو في لاعب في الاهلي عقده بينتهي قبلها ب6 شهور من حقهم يتفاوضوا معاه. وهي دي كره القدم. حتى النهارده لاحظت كان في تصريح للكابتن حسين السيد اتكلم بنفس المنطق، وقال انه اي لعيب في اي نادي حتى لو الاهلي احنا محتاجينه وعقده بينتهي هنتفاوض معاه مفيش مشكله. لذلك لما بنقول انه يجب على الزمالك انه هو يجدد عقد فتوح قبل يناير عشان خاطر الاغراءات هتبقى في السماء، والناس كلها ممكن تبقى باصه للاهلي وتبص تلاقي جاي له اغراءات خارجيه بفلوس كتيره جدا جدا في السعوديه او في قطر او في الامارات، لانه لعيب كبير ويستطيع الاحتراف في اي نادي خارجي. عايز اقول ان الكابتن محمود الخطيب المفترض ان هو كان هيترأس البعثه بتاعه الاهلي في تنزانيا هذا الشهر. الاهلي مسافر يوم 17 الى دار السلام في تنزانيا، لكن الحقيقه الطبيب المعالج ليه في فرنسا يعني نصحه ان هو يخضع لمزيد من الفحوصات الطبيه ويبقى شويه كمان في فرنسا، وبالتالي اسندت مهمه رئاسه البعثه الى السيد طارق قنديل عضو مجلس الاداره. وبدا طارق قنديل يتواصل مع خالد بيبو مدير الكوره وسمير عدلي المدير الاداري عشان يطمن على كل الاجراءات الاداريه اللي هتتم هناك في الفتره اللي جايه. وسمير عدلي مع خالد بيبو هيسافروا يوم 16 اكتوبر قبل البعثه بيوم او بيومين علشان خاطر يطمئنوا على كل التجهيزات هناك. كريم نيدفيد لاعب النادي الاهلي الجهاز الطبي اكد قول هتعدي الماتش الجاي. الاهلي عنده ماتش يوم الاحد مع الاسماعيلي والزمالك عنده البنك الاهلي يوم السبت. كريم نيدفيد هيبقى جاهز لمباراه سيمبا التنزاني وفق الكلام بتاع الجهاز الطبي. كمان هيبقى عمرو السوليه جاهز، كمان هيبقى محمود متولي جاهز، لكن هم هيحتاجوا فتره تاهيل ودخول في التدريبات الجماعيه، هيحتاجوا شويه وقت، لكن هم هيبقوا جاهزين من ناحيه الشفاء الطبي. خلاص مفيش مشكله في الاصابه بتاعتهم ان شاء الله يعني. انما كريم نيدفيد هيبقى جاهز للمشاركه عادي في المباراه بتاعه سيمبا التنزاني. مصطفى شلبي زي ما قلت لكم كان روي فيتوريا اتكلم مع الجهاز بتاعه وحتى طلب ان الكلام يوصل لمصطفى شلبي ان هو معجب بادائه وبمستواه وبتطور مستواه في الفتره الاخيره مع نادي الزمالك، وقال انه في زحمه في مركزه وبالتالي محتاج منه مجهود اكبر واكبر خلال الفتره الجايه عشان يبقى ليه فرصه في انضمامه قبل كاس الامم الافريقيه.